السلام عليكم، ودي طبعا لحظة جديدة من بداية لحظات. عايزين نعرف ليه واحد بيبيعك فجأة رغم كل العشرة ورغم كل المحبة. الحكاية دي مش بسيطة، بس خليني أقول لك حاجة من القلب. مفيش حد بيصحى من النوم كده وقرر يبيعك. الموضوع دايما بيبدأ بخطوات دايما بتكون صغيرة، أو إشارات إحنا مش بنفهمها غير بعد فوات الأوان. اللي باعك كان بيبعد من بدري، بس انت كنت بتبرر، كنت بتقول يمكن مضغوط، يمكن متغير شوية، يمكن أنا السبب. بس الحقيقة هو اختار. أوقات الناس بتتغير مش عشان انت عملت حاجة غلط، لكن اللي جواهم اتبدل. في ناس لما بتحس انك حبيتها بصدق يخافوا من المسؤولية، من التعلق، من انك تكون مراية بتكشف ليهم ضعفهم، فبيختاروا دايما الهروب. وفي اللي لما يطمن انك مش هتمشي يبدأ يستهتر ويستهلك لحد ما يزهق ويمشي هو من غير سبب واضح. بس الأوجع من ده كله انك تفضل تسأل نفسك، طب هو ازاي قدر؟ وما تلاقيش إجابة. لأن اللي عنده استعداد يبيع عمره ما كان مخلص من البداية. اللي بيحبك بجد مش هيفكر في الرحيل حتى لو الدنيا وجعته، إنما اللي شايف قيمتك هيختفي أول ما تتقل عليه العلاقة. وده مش عيب فيك، ده درس قاسي من دروس الحياة. مش كل اللي شاركك الضحك يقدر يشيل وجعك، ومش كل اللي قالك أنا عمري ما أسيبك كان قصدها. خدها قاعدة كده وعلقها في بالك، اللي يختار يبعد ما تحاولش ترجعه، لأن اللي باعك مرة ممكن يبيعك تاني، وساعتها ما تندمش إن اللي سابك خرج بإرادته، بس انت كسبت راحة عمرك. يمكن وجعك شوية، بس صدقني بعدين هتشكر اللحظة اللي باعك فيها، لأنها حررتك من شخص كان وجوده شكلا بس مش روحا. اللي بيمشي خليه يمشي، يمكن دي كانت رحمة وانت فاكرها وجع. ربنا يسعد قلوبكم دايما. اشوفكم في لحظة جديدة. السلام عليكم.